السلام عليكم. اليوم غادي نديرو مريقه بالجلبانه والقوق معمر، كتجي لذيذه بزاف. كناخذوا طنجره كنديروا فيها كميه ديال اللحم، غادي نضيفوا البصله ونضيفوا واحد جوج دريسات ديال الثومه محكوكين والربيع، كما درنا في النصيف ديال بطاطا قصبيه الفيديو اللي قبل. ونضيف التوابل: سكينجبير، الابزار، الخرقوم، الملحه، وواحد الطماط ديال الزعفران الا بغيتو، ما بغيتوش بلاش. ونديروا الزبيته ونخليو هادشي يتقلى مزيان. ناخذ واحد المقيله كندير فيها شويه ديال الزيت، شويه ديال البصله، وكنشحرها هذه الحشوه ديال القوق. هنايا اللحم من بعد ما تقلى كنقدروا بالماء الكافي اللي غادي يطيب به ونخليه يطيب على خاطرو. الكفته ضفتها من بعد ما تشحرت ليا البصله، وضفت عليها التوابل اللي غنخلي لكم تحت الفيديو، شويه ديال الثومه، وشحرت هادشي مزيان حتى كتشحر لينا وكنطفيو عليها. بالنسبه للمريقه، من بعد ما كتخلينا اللحم تيدخلوا شويه الطياب كنضيفوا الجلبانه، وغادي نضيفوا القوق ونخليو هادشي عاوتاني حتى كيطيب، وعاد نرجعوا باش نحيدوا القوق. ومن بعد ما كيطيب لينا القوق كنتاكدوا بالفرشيطه انه طايب صافي، كنحيدوه على جنب. وكناخذ ديك المقيله اللي فيها ديك الكفته والبصله، كنضيف لها شويه ديال الجلبانه من داك المريقه مع شويه ديال المرقه، وكنضيف ليهم واحد جوج ديال البيضات. وغادي نضيفوا الفرماج محكوك. صافي كنخلط هادشي مزيان، وكنبقى كنعمر بهم القوق ديالنا اللي كنديرو في واحد اللاطه اللي غتدخل الفران. وكنعمرهم وكندخلهم للفران حتى كيشدوا راسهم، يعني داك البيض كيتجمع. وكنزينوا به الطبق ديالنا بالصحه والراحه. هذه هي المريقه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم.